حبايبنا بعد ما استوت الحبة مع الفاصوليا ما شاء الله راح نضيف قليل من الملح بالطعم قبل لا تستوي، يعني يصير حبايتها تقريبا نص استو أو أكثر شوية طفي. ضروري تخلون ثوم راس أو كم حباية. فاصوليتها تقريبا راح تجهز وراح نطفيها. حباية ما تصعد يعني مو كلش مايعة. حبايبنا اليوم مثل ما قلنا أكلتنا هي فاصوليا عالتمن أو يابسة عالتمن، ومن الأكلات العراقية الشهيرة. بسلامكم العافية، وراح نطفيها وراح نوريكم خطوات. وصلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم ورحمة الله وبركاته. وحابة نرجع لكم اليوم أكلتنا يابسة على التمن، الفاصوليا العراقية الجميلة. اليوم فاصوليتنا راح نسوي مرقتنا فاصوليا بدون لحم. هاي فاصوليا بعد ما سلقناها وعلمناكم شلون ننقيها مع الساعة ونخلي وياها راثوم، بعدين نغسلها جيدا ونحطها على النار الى ان تنسلق. انسلقت هسه وصارت جاهزة. وهسه المكونات احبائي مثل ما تعرفون، اول شي طماطة كبيرة او طماطتين صغيرة نقطعها على شكل قطع صغيرة او نثرمها. راس بصل ثرمة، واثنين ثوم، وملعقة صغيرة من الفلفل، والمعجون حسب الحاجة. هنا نخلي ملعقتين او اكثر من المعجون. بما انه حطينا هنا ثرمنا الراس، يعني ثرمنا الطماطة ونخلي وياها المعجون، فما نحتاج الى عصير الطماطة. فراح نوافيكم بالخطوات التالية. هسه راح نحمل جدرنا على النار ونخليه يدق. راح نضيف لازم حبايبنا هاي فاصوليا لذيذة وجميلة. هسه خلينا البصل إلى أن يصير تقريبا ذهبي. نخلي عليه المواد التالية. البصل خلينا عليه ملعقة ملح، هذا شوية دبل البصل وساعدوني اشقر راح ندب وخلاص. نجيب رأسة وياها الثوم شوية تنهمس. حبايبنا هسه ملعقة صغيرة من الفلفل رشة،
هسه راح ندب المي الدافي. هاي الصلصة مالتنا او المرقة، لان الفاصوليا مالتنا مسلوقة وجاهزة، فسوينا صلصة إلها جاهزة على مود. بعدين هاي صلصتنا مرقتنا راح نضيف لها الفاصوليا الجاهزة. احنا نجيب الماء سلقناها 12 ساعة، يعني نقعناها 12 ساعة وسلقناها جاهزة، فسوينا لها صلصة جاهزة من المعجون والفلفل والبصل والثوم. وراح نوافيكم بالخطوات بعد ما تدخل. حبايبنا هاي البهارات بهارات خاصة، بدون تشتروها من العطارة. هاي بهارات خاصة للفاصوليا، مو أي بهارات. هسه راح جذرنا وتركه إلى أن يفور. وافيكم الخطوات حبايبنا. هسه راح نشوف السوب مالتنا والمرقة مالتنا، نشوف لوحدها ونضيف هواي ملح، نضيف حسب الرغبة. راح نضيفها شوي شوي، يعني شوية ماسك. هسه راح نضيف لها شوي ملح. قليل، ما نضيف وايد، دائما نضيف قليل ونضيف على من تصير مالحة كلش زين. حتى هسه راح نتركها شوي السوب مالها شوية أكثر يغلي، وبعدين نضيف الفاصوليا إن شاء الله. بعد ما استوت المرقة راح نضيف الفاصوليا. بسم الله نحاول على الفاصوليا، وراح نتركها دقائق ونضيف الخضروات إن شاء الله. هاي بطريقتنا نضيف الفلفل الحلو، نضيف المرقة راح يضيف لها طعم كلش طيب ونكهة، يضيف للمرقة مرقة الفاصوليا إن شاء الله. سهلكم العافية. مرقتنا سوت حتى طيبة. ما شاء الله. راح أصفيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. حبايبنا هذا غدانا متواضع، التمن البازل مع الفاصوليا والزلاطة مالتنا هو البصل بالسماق. سهلكم العافية. لا تنسون باللايك والاشتراك. جزاكم الله خيرا.